اليوم درت البراج وجيت نشارك معاكم الوصفة اللي راح نحتاجو فيها 3 كيلات سميد عادي، نزيدو معاها 3 ملاعق كبار فرينة وملعقة كبيرة ممسوحة من الملح، ونخلط هاد النواشف مع بعض. بعدها نحطو كيلة ناقصة شوية تاع سمن بارد وقيس 4 مغارف كبار زيت. ندخل ليدام مليح في السميد بهذه الطريقة حتى يخفى في الخليط وتولي تشكل معنا كرات بهذا الشكل. بعدها نغطوه ونروحو نخدمو الغرس اللي راح نفتتوه ونقوه ونزيدولو الماء او الماء زهر حسب الذوق حتى يولي طري. بعدها نزيدولو شوية زبدة نميكسيوها مليح، وفي الاخير نزيدو قيس 2 ملاعق زيت حتى نتحصلو على غرس طري بزاف كما راكم تلاحظوا. نخليوه على جهة ونوليو الخليط السميد والسمن اللي درناه من قبل، نزيدو له 2 مغارف عسيلة ونصف ملعقة صغيرة بيكربونات ونبخوه بالحليب، واللي يحب يزيد معاه الماء زهر حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية بزاف، لانه راح نخلوه يرتاح شوية والسميد اكيد راح يشرب. بعدها نقسموا العجينة تاعنا على 2 ونفتحوا كل جزء على شكل مربع ولا مستطيل صغير، والغرس كذلك بنفس الشكل. مع العلم الغرس تكون أقل شوية من وزن الجزء الواحد تاع العجينة. نحطو الطبقات تاعنا كما لازم باستعمال الكيس البلاستيكي والحلال، نفتحوها لغاية ما تتحصلوا على السمك المثالي عندكم. نشكلوها بهذا الطابع أو باستعمال الموس عادي. نحيو حبات على جهة ونبداو نطيبو فوق طاجين يكون سخون على نار متوسطة وحتى يحمروا من تحت باش نقلبوا الحبات تاعنا. وهكذا كانت النتيجة، جاو بزاف طريين وبنان.